يا ريت بعض اللعيبه تاخد بالها من الوقت الكبير اللي بيقضوه في الجيم، وفي الاخر مش بيطلعوا بالنتائج اللي هم كانوا فاكرينها او راسمينها لنفسهم. عمرك سألت نفسك ايه هي المدة الزمنية التدريبية اللي جسم يقدر يستفيد منها اثناء التمرين في الجيم؟ في لعيبة مدة تمرينها في الجيم من 2 ل3 ساعات، وكل ده بهدف انه هيستفيد اكتر لما زادت المدة في الجيم. وده اكبر غلط. هرمون التستيرون بيكون اعلى نسبة ليه اثناء التمرين في اول 45 دقيقة من التمرين. بعد الساعة الجسم بيبدأ يفرز هرمون الكورتيزول، وده هرمون الهدم. وهنا اللاعب بيقوم بأكبر غلط، وهو الهدم العضلي، وده نتيجة تعرض الجسم للجهد أو انخفاض مستوى السكر في الدم. ويكون الهدم عن طريق هدم البروتين الموجود في العضلات، وهنا الجسم هيستعمل الأحماض الأمينية لإنتاج الطاقة، وهنا يحصل زيادة في مستوى الأنزيمات اللي بتفتت البروتين لأحماض أمينية، وهنا الجسم يستخدم الأحماض الأمينية دي لسكر، لرفع أو تعديل نسبة سكر الدم في الجسم. ودي كانت معلومة النهاردة. أشوفكم على خير.